هي بلد الامن والامان، بس في ظروف معينه بتحصل دلوقتي خلينا ناخد بالنا. النهارده هوريك شويه حاجات بسيطه جدا ممكن تكون مفيده. الموضوع ده للبنات قبل الولاد. طول ما انت في عربيتك خليك قافلها، ماشي في الشارع، راكن، واقف اشاره، مين عارف ممكن ينط لك. ولا التفاح ده ليه بنفتح في الشارع مش لاقيه؟ يا فين؟ لو انت في اي مشوار في اي حته راكب مواصله وعايز تدفع جنيه ولا اتنين، حضر فلوسك من الاول. خلي بالك على فلوسك، ما تطلعهمش قدام الناس. اتنين جنيه يا اسطى، اتفضل. بس على جنب هنا يا اسطى. وانت ماشي في الشارع لو طلع لك اي حد عايز يسرقك ولا يقلبك، في كذا حاجه ممكن تعملها، بس اوعى تعمل كده. ابرز يا كتكوت. اوعى تعمل فيها بروسلي. تعرفش انا مين ولا ايه؟ تعرفش مين ابويا؟ هوقع في عصك وهديك ورا الشمس وهديك 60 داهيه. بلاش تتنفخ قوي وتتلم. بص العصفوره ما تعملش فيها صايع وتجري. لا 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 ولا تزعل نفسك. انا قصدي بص اللي معايا اهي حلوه الساعه كده وتفتح تاخد المايك اشتري نفسك واديله اللي هو عايزه. لو تليفونك هيقطع دايما تسيب خبر انت فين، متنساش ان انت عندك اهل وبيقلقوا عليك. امك ممكن تفتكر ان انت او ممكن يفتكرك او اخوك يفتكرك وانت اصلا بتعمل كده. حاجة تانية مهمة جدا، لو انت مروح بالليل متأخر حاول ما تكونش لوحدك، حاول دايما تمشي ومعاك حد، خصوصا لو انت بنت. اللي احنا شفناه النهارده ده مش معناه ان مصر خطر. عيشوا حياتكم وانبسطوا، ما تسمعوش للاشاعات، ما تهولوش المواضيع. مصر هتفضل بلد الامن والامان.